النهارده هنعمل بسكوت الشوكولاته غني جدا بطعم الشوكولاته جنب كوبايه قهوه كده في الجو ده حلو قوي. شبيه لوصفه بسكوت الصوف اللي شاركتها معاكم من فتره وعجبتكم الحمد لله. بس المره دي بقى نعمله بالكاكاو وهنضيف شويه اضافات كده واديته في حته تانية خالص. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، ولو لسه ما اشتركتوش اشتركوا، ولو اول مره تشوفوني انا اسمي مي. ويلا نبتدي على طول. اول حاجه هنحتاج 3 كوبايات من الدقيق وهنشيل منهم معلقتين كده من الدقيق ونحط بدلهم معلقتين من الكاكاو الخام. وهحتاج كمان معلقه بيكنج باودر وكمان رشه ملح. اقلب الدقيق والبيكنج باودر والملح كده تقليبه كده. بعدين اضيف الكاكاو بتاعي، كاكاو خام مش محلى. ونصيحة كمان، لو احنا هنحط الكاكاو لازم نستعمل نوعية كويسة، لانه بيفرق جدا في البسكوت اللي هو بالشوكولاتة اللي هو بالكاكاو يعني. فلازم نستعمل نوعية كويسة. اقلبهم تقليبة كده وبعدين ابدأ ان انا اركن على جنب المكونات الجافة واشوف المكونات التانية بتاعة البسكوت بتاعي. البسكوت بتاعي سهل وبسيط جدا، وبيضة واحدة ويعتبر اقتصادي جدا. وهنحتاج كمان كوباية من السكر البودرة أو ناعم الحبيبات، ما نستعملش اللي هو الخشن عشان ما يخرجش معانا في البسكوت. وهنحتاج كمان نص كوباية زبدة طرية زائد معلقة بما يعادل 125 جرام. لازم تكون طرية، يعني انتوا شايفين ان هي محافظة كده مع انها 3 4 ساعات من التلاجة طالعة قبلها ب3 4 ساعات. وهنحتاج كمان نص كوباية زيت نباتي، ولازم يكون نوعية كويسة عشان فعلا بيفرق جدا في طعم البسكوت. ونحتاج كمان بضاية وكيس فانيليا. وكمان بقى عشان يخلي البسكوت غني كده بطعم الشوكولاتة وليه طعم مميز، اللي هي معلقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان. وده اختياري بقى، شوكولات شيبس كده، كوباية شوكولات شيبس مع عين الجمل متحمص ومتقطع. ده اختياري، يعني انا مش حاطاه في المكونات من الاول اصلا. تمام، ده اختياري. بس بينقل البسكوت بتاعنا نقلة تانية خالص. ابدأ ان انا اجهز بقى المكونات بتاعتي البسكوت بتاعي. ده ان انا اجيب البولة كده وابدأ ان انا احط الزبدة تكون طرية، وكمان السكر البودرة، وابدأ ان انا اضرب بالمضرب الكهربائي او بالسباتولا او مثلا بالويسك، اي حاجة. ماشي. لكن المضرب الكهربائي بيسهل علينا كده، ما بيخليناش نقعد نعمل كتير. افضل اضرب كده وكل شويه اتاكد ان انزل الحواف كده، حواف البوله كده، انزل الزبده من عليها واتاكد ان كل حاجه تتخلط مع بعضها. وافضل اضرب لحد ما خلاص احس ان القوام كده لونه فتح شويه. واول ما لونه يفتح ويبقى كريمي كده ويزيد شويه يبقى فومي كده، ابدا ان انا انزل البيضه بتاعتي بدرجه حراره المطبخ، اهم حاجه. ليه بقى كل شوية بنقول البيضة لازم تكون بدرجة حرارة المطبخ؟ لأنها لو حطيناها ساقعة كده على الزبدة، واحنا مصدقنا الزبدة بقى طرية كده وحلوة، لو حطيناها ساقعة بتخرز الزبدة كده وترجع تجمد معانا. بضربها كده البيضة كده مع الزبدة واتأكد كل شوية ان الحواف نازلة كده وكل حاجة بتختلط مع بعض. وابدأ ان انا بقى انزل كمية الزيت بتاعتي. الزيت كده الزيت بتاعتي اللي انا بقوله ده. المهم انزل الزيت كده يعني واقلب تقليبه كمان، هنرجع بقى نلاقي القوام كده يعني بقى ناعم كده، ما عادش زي الكريمة الزبدة زي الاول. ماشي، طري كده وناعم. ابدا ان انا احط كميه دي بقى، وزي ما احنا متعودين ان احنا بنيجي نعمل بسكوت بنشيل نص كوبايه كده على جنب ونشوف العجينه اذا كانت محتاجاهم كمان او لا. لكن انا عشان متاكده ان المقادير بتاعتي بتاخد نفس الكميه دي من الدقيق، فبدات ان انا احطها كلها مره واحده. وحطيت كمان معلقه القهوه وبدات ان انا اقلب الاسباتولا كده، اقلب بس شويه لحد ما يختلط دي مع الزبده. بعدين اشيل الاسباتولا وابدا ان انا اعجن بايدي. احنا مش بنعجن، احنا بنقلب تقليبة كده بايدينا يا دوبك ان كل حاجة تتماسك كده وتختلط مع بعضها. لانه لما بنعجن قوي بننشف البسكوتة بتعضم كده مننا. نيجي نختبرها بقى ازاي؟ بنختبرها بايدينا النظيفة اللي مش بنعجن بيها، لاننا لو عجن يعني اختبرناها باللي احنا عاجنين بيها فهي بتلزق كده في ايدينا، فهنفكر ان هي محتاجة كمان معلقة كمان. هنطلع عجينة مش بتشقق وطرية كده وحلوة. خلاص وصلنا للمرحلة دي، نبدأ ان احنا نحط بقى الاضافات بتاعتنا. ممكن تحطوا لوز متقطع كده متحمص او بندق، اي حاجة انتوا تحبوها، لكن احنا ما بنحبش الحاجات دي. المهم يعني بنقلب كده، واول ما نحس خلاص ان كل حاجة اختلط مع بعضها نبدأ ان احنا نلمها عجينة كده.
ونرجعها تاني في البولة. واهم حاجة ان احنا نغطي البولة كده العجينة البسكوت، عكس الصيف خالص بنبقى عادي سايبينها مكشوفة، لانه من حرارة الجو بتبقى العجينة طرية كده والزبدة لسه طرية. تمام. ببدأ ان انا اشكل على طول كده يعني كورة كده، واضغط عليها ضغطة بسيطة يعني في منتهى السهولة والبساطة، وابدأ ان انا احطه بقى في صاج ألمونيوم كده، لان خبيز الألمونيوم تحفة جدا في البسكوتات او المعجنات. تمام. اول واحدة دي ما وزنتهاش، لكن التانيين قررت ان انا اوزن البسكوتات كلها عشان تطلع كلها بحجم واحد. فطلعت معايا يعني 25 جرام، واخر كام واحدة كده طلعوا 23 جرام. ببدأ ان انا اخلص الكمية بتاعتي كلها، وابدأ ان انا في الاثناء اللي احنا بنشتغل كده ابدأ ان انا اشغل الفرن في درجة حرارة متوسطة اللي هي 180، وفي الرف الوسطاني، والنار شغالة بس منتهى. الكوكيز ده بياخد وقت شوية كده في الفرن عشان يستوى على مهله كده، ويطلع معانا بسكوتية مقرمشة وحلوة كده. لو سويناه على درجة حرارة عالية فهنلاقي ان البسكوتية طرية شوية، فلازم نسيبه يستوى على مهله كده. هتاخد معاكم من 25 دقيقة ل30 دقيقة، ده على حسب قوة فرنك. اهم حاجة تاخد راحتها في الفرن. ولو انتوا حسيتوا ان يعني قعدت كمية كبيرة في الفرن ومع ذلك لسه طرية، سيبوها اقفلوا بس الفرن شوية وسيبوها مع نفسها هي تنشف. لكن هي البسكوت بيبقى ناشف كده ومقرمش. تمام. اطلعه بقى، سيبه يهدى شوية، وابدأ ان انا ازينه بالشوكليت كده او بتسيبه سادة. وطبعا السادة احلى، كفاية شوكولاتة، كمية شوكولاتة رهيبة. المهم بقى بنسيبه يهدى خالص، وبعدين نبدأ ان احنا نحطه بقى في العلبة، ويقعد معاكم كام يوم كده، اسبوع كده يعني براحتكم. وبس كده، الفيديو بتاعنا خلص. يا ريت لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك، ولو لسه مشتركتوش اشتركوا. اشوفكم في فيديوهات تانية، وباي باي.